فيديو جديد. ان شاء الله النهارده هنختم منهج الصف الثاني الاعدادي، الوحده الاخيره، الوحده التاسعه. طبعا ان شاء الله يكون عجبكم الوحده الاولى الثامنه، والنهارده باذن الله هنختم منهج الترم الاول للصف الثاني الاعدادي والوحده الاخيره يونت 9، وعنوانها communications. يعني الاتصالات، التواصل مع الناس عن طريق البريد الالكتروني، الايميلات، عن طريق الليترز، عن طريق النت. فعنوان الوحده communications. ان شاء الله يعجبكم زي كل مره. اهم حاجه الكلمات والقواعد اللي في المنهج. والان مع اهم الكلمات للوحده التاسعه. airmail letters يعني الايميلات عن طريق البريد الالكتروني او البريد الجوي. messengers الرسائل المبعوثه. تليجرام يعني تلغراف او تليجرام. communications اتصالات. invention يعني اختراع. century يعني قرن من الزمان. realize يدرك. hobby هواية. envelope يعني ظرف. انترنت سايت موقع الانترنت. اونلاين على خطوط اونلاين. regularly منتظم directions اتجاهات. advantages طبعا مميزات. disadvantages عبارة عن عيوب، مميزات والعيوب. research بحث. reason سبب. price سعر أو ثمن. free time وقت الفراغ. company يعني شركة. government حكومة. include يتضمن. طبعا بعد كده هنتكلم عن الماضي البسيط. الماضي البسيط بيتكون من التصريف التاني للفعل. أهم قاعدة النهارده used to معناها اعتاد أن، تعبر عن عادة في الماضي ولم تعد تحدث الآن. أنا قلت used to، لكن لو قلت am أو is أو are used to والفعل في المصدر يبقى عادة في المضارع والماضي. لكن used to فقط من غير am ولا is ولا are تعبر عن عادة في الماضي ولم تعد تحدث الآن. مثال أقول when I was young وأنا صغير I used to drink milk كنت بشرب لبن. when I was young وأنا صغير I used to ride a bike كنت بركب عجل. يبقى عادة كانت تحدث في الماضي ولم تعد تحدث الآن. عاوز أنفيها أقول didn't use، مش didn't used، didn't used to. عاوز أخليها سؤال did فاعل subject used to. والآن على الوايت بورد الشرح. used to معناها اعتاد أن. I used to ride a bike أنا كنت متعود أركب عجل. when I was young وأنا صغير. but I don't now ولكن ما بركبش عجل الآن. عاوز أنفيها أقول didn't use، ما قلتش used، قلت didn't use to الفعل في المصدر. my sister أختي didn't use to read a short stories يبقى جبت didn't والفعل في المصدر. طيب عاوز اجيب سؤال اجيب what where when which اي اداة من اداة الاستفهام. بعد كده بجيب did وبعدين دي الفاعل ويوز تو يبقى اداة الاستفهام did فاعل use to. مثال what did you use to والفعل في المصدر. where did use to والفعل في المصدر. where did you use to spend the summer holiday أين بتحب تقضي الأجازة الصيفية. in Alexandria في اسكندرية. in الأقصر. in شرم الشيخ. يبقى where بسأل بيها عن مكان فجاوبت بمكان. افرض إجابة فيها yes و no يبقى did you use to cook well يبقى did معناها هل بجاوب عليها بيس أو no. yes I did أو no I didn't. يبقى خدنا قاعدة used to اعتاد أن وعرفنا أنها تعبر عادة في الماضي ولم تعد تحدث الآن. بعد كده in the وسنوات. about وسنوات. before وafter
يأتي بعدهم سنوات. إن وسنوات، يبقى الحروف الجارة ديت بيأتي بعدهم سنوات. بعد كده نيجي على التناقض بين جملتين. في طبعا التناقض بين جملتين في عندكم في الوحدة however ومع ذلك أو على الرغم أن، although أو though برضو على الرغم أن. للتناقض كلمات كتيرة. but للتناقض، despite للتناقض، in spite of للتناقض، however للتناقض، although. طبعا however مع الرغم من أو مع الرغم من ذلك، although بتساوي though برضو على الرغم من. الاتنين دول للتناقض بين جملتين. مثال however he is good على الرغم انه شاطر. he fails in the exam سقط في الامتحان. المفروض شاطر يجيب الدرجات النهائية، يبقى تناقض بين جملتين. although he is clever على الرغم انه شاطر he can't answer the question ما قدرش يجاوب على السؤال. يبقى خدنا التناقض however و although so، وقلنا في in spite of و despite معناهم على الرغم من او بالرغم ان. بكده يا جماعه نكون انتهينا من الوحده التاسعه اللي هي عنوانها communications، وعرفنا اهم الكلمات واهم القواعد اللي هي used to وهاويفر والزو واللي بيجي مع السنوات. باذن الله يكون الشرح الوحده عجبكم، وباذن الله يتم المشاركه عليها، وان شاء الله قريبا هراجع مراجعتين في منتهى الجمال على اهم الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات وكيفيه التعامل مع الامتحان. See you soon with Mr. هشام in revision في المراجعه. Goodbye.